حبيبنا محمد الله يحفظك، ايش اصابتك بالضبط؟ عما ضربة القذيفي، بس أول ضربة القذيفي طرت وأنا غميان أول شيء، بس عما قلبت على الأرض طرت مسافة يعني بإيدي، فعما قلبت على الأرض صحيت هون شفت العالم شو عم بتكبر. طبعا هاي الدم ما بسمع فيها، وهاي العين ما بشوف فيها، الحمد لله رب العالمين. يعني مبين هذا يعني بعد 3 أشهر هيك، يعني قبل ما تشوفوه يعني لحم مشوي. عندما يدخل ويأتي دور الأخ محمد إلى الغرفة شفاه الله وعافاه، في البداية يقول لي أنها مؤلمة جدا، لكن ما شاء الله عليه يقولها بأضحوكة وابتسامة عريضة على وجهه. وصلونا على المشفى، ففت على المشفى وأنا عم بغني يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب، وحتى نارك جنة، حتى نارك جنة، بترابك ربنا ولترابك حمينا، بترابك ربنا ولترابك حمينا، وبمجدك علينا للقمة وصلنا. وسبحان الله عندما أريد أن أبدأ في نزع الشاش قلبي يؤلمني، أحس أن قلبي ينتزع عندما أنتزع الشاش من على جلده، مؤلم جدا جدا. وهو يبدأ بنفسه ويقول لي أنا أنزع، وهو يضحك ويبدأ يضحك جدا ويغني ولا يخرج، ولا يدخل بأنشودة ويخرج بأنشودة، ونحن في غرفة الضماد لا يهدأ من الأناشيد والضحك. الحمد لله أنا من وقت اللي طلعت من الإصابة للمشفى وأنا عم بغني، وبقلب المشفى غنيت، وكنت رح موت وأنا عم بغني. ويعفي عنك ويرفع قدرك ويعلمنا ان شاء الله من معنوياتك العاليه، ويتمم عليك ويحفظك ويجمعك على الخير دائما. الله يحفظك ويسلمك. الله يحفظك يا سلام. أنا والله رأيت كثيرين أصابتهم مصائب فصبروا من الصدمة الأولى، ولكن هناك شخص ما رأيت أحدا بعيني صبر على مصيبة منذ اللحظة الأولى مثله. هذا طبيب سوري، كنت في زيارة لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا، فاستقبلنا في المستشفى وبدأنا يعني نتفقد المرضى. وبينما نحن كذلك جاءني الدكتور وقال لي بابتسامة يعني لقد جاءتني بعض الأخبار أريد التأكد منها. قلت له خير إن شاء الله. وبعد أن انتهينا اتصلت به لأطمئن عليه وسألته عن الخبر ففاجأني، قال لي جاءني الخبر وأنا عندكم في المستشفى أن ابني الوحيد توفي في سوريا الآن. الله أكبر، وهو يكلمني بكل هدوء ويحمد الله تعالى. الصراحة يعني لم أعرف ماذا أقول له، وانتابني الطمع أن أرى بعيني هذا الثبات بعد أن سمعته بأذني. فعلا هذا صبر عند الصدمة الأولى. فذهبنا إليه، وقد كنت أنا أحاول أن أمسك دمعتي حتى ما تنزل وهو ثابت ولا كأن يوجد شيء. ما رأينا منه تأوها ولا دمعة ولا تسخط ولا شيء، بل هو ثابت. ليس كل الناس يستطيع الصبر عند الصدمة الأولى. أتدري ماذا سيحدث لمن تمكن من الصبر